يا حلوين، كلمت صاحبتي علشان اخدها ونروح نعمل حمام مغربي كده في مكان لذيذ ونظبط نفسنا بقى قبل العيد. فلقيتها بتقولي انت عارفه سعره اصلا بقى كام؟ قلت لها بقى كام، وطبعا اتصدمت، الاسعار بقت مش طبيعيه. قلت لها انا ما ينفعش معايا الكلام ده خالص، استني لي بقى، انا هجيب لك احلى باكج حمام مغربي وفي نفس الوقت يقعد معانا فتره وبسعر حلو جدا وحاجات نينجا كده من الاخر. على طول فكرت في دكتور سلسبيلا علشان هي اللي بتعمل لنا دايما منتجات للبشره حلوه. هنا بقى جابت لي باكج الحمام المغربي النينجا. طبعا بوريكم الاول محتوياته. هنعمل دلوقتي مع بعض قبل العيد احلى حمام مغربي هيقعد معاكي يكفيكي من 3 ل 5 شهور. ايه رايكم؟ وفي نفس الوقت هتدفعي تمن حلو، مش هتروحي تدفعي 200,000 جنيه وفي نفس الوقت هتعملي مره واحده بس في البيوتي سنتر. لا، هتعملي الحمام المغربي وانتي في البيت، تقدري تعمليه كذا مره، 3 4 5 مرات. ده غير ان هو بيجي من المغرب عليكم على طول. اول حاجه الليفه المغربيه، كنت حابه اوريكم هنا ان هو يعني صناعه مغربيه. بنحطها في الميه كده الدافيه علشان تفضل كده محطوطه في الميه قبل ما نبدا نعمل خطوات الحمام المغربي. اول حاجه عايزين نتعرض لبخار، بنكون طبعا قبل الشاور نعرض جسمنا لبخار كويس، وبعد كده بنبدا باول حاجه وهو الصابون المغربي. بنحطه على جسمنا بالشكل ده لمده 5 دقايق، ولو تقدري تقعدي بيه فتره اطول من كده خير وبركه زي الفل. طبعا انت بتبقي جوه الشاور والحمام كله بيكون بخار، فانا بوريكم المراحل على ايدي علشان تعملوها بشكل كويس وتكون النتيجه تحفه. ده اول حاجه زي ما قلنا بنحط الصابون المغربي. بعد كده بنغسل ايدينا كويس جدا لحد ما نحس ان ايدينا بتزيق كده من النظافه. ونبدا نعمل ايه بعد كده؟ هنبدا بقى ننشف ايدينا كده بالفوطه زي ما انتم شايفين، وهنجيب الليفه بعد ما كانت منقوعه في الميه ونبدا بقى ندعك جسمنا طبعا كله. انا بقول لكم هنا ايدي لان هي ايدي اللي بعملها قدامكم، بس جسمك بقى كله هتلاقي بينزل جلد ميت بالهبل، مش عايزه اقول لكم بقى حاجات كتير جدا. وهتلاقي كل الحاجات، التصبغات وجلد الوزه، كل الحاجات دي بتروح معاكي في خطوات الحمام المغربي، وكل الحاجات اللي ملهاش لازمه، وتحسي كده ان الطبقات بتاعه الجلد الميت بتروح معاكي. بعد كده هنيجي على خطوه الدلكه، والدلكه عندها دلكه قوي يعني. بصوا بقى، هم 5 دلكات، هم 5 كرات كده. بتاخدي الكرة دي وبتحطي عليها مية او مية ورد لحد ما تدوب وتحسي كده ان هي يعني بقت قوامها متماسك، تقدري تحطيه على جسمك. طبعا يا جماعة فوائد الدلكة فظيعة. انا خلطتها هنا بمية ورد. عايزة اقول لكم ان هي بتخلصكم من الجلد الميت، بتخلصكم من اي تصبغات، بتأخر في ظهور الشعر، بتفتح الاماكن الداكنة، بتفتح وتوحد لون البشرة، ودي حاجة حلوة جدا. حطيت هنا الدلكة بالشكل ده، تحسوا كده ريحتها داخله كده على فحم شويه. طبعا يعني كل مرحله بتعمليها في الحمام المغربي هتلاقي نفسك جسمك وجلدك بيقولك شكرا شكرا على ان انتي خليتينا نضاف وحلوين وبنبرق قبل العيد. ويا ريت بقى نعمل ده على طول، مش في العيد بس، عايزين كل شهر كده، كل شهرين يا ستي، كل شهرين ننضف النظافه الحلوه دي علشان داخلين على الصيف وعايزين ننور. هنسيب الدلكه لحد ما تنشف شويه كده وهنعمل بيها سكراب للجسم. هنقعد نعمل حركات دائريه كده اكنها سكراب بالظبط، وبعد كده هندخل نغسلها. وهنيجي بعد كده على خطوه مهمه جدا جدا جدا، وهي خطوه ايه؟ طبعا هنا كل مره الايد بتنور، الطمي المغربي. هناخد بقى من الطمي المغربي وبرده نخلطه بميه او بميه ورد، شوفوا انتوا حابين ايه. انا بحب دايما اخلط بميه الورد، بحب اخد فايده ميه الورد دايما. وبعد كده هنسيبه على جسمنا نخلطه بالشكل ده، هيديكوا كده شكل بني فاتح شويه. وبعد كده نفرده على جسمنا وهنسيبه لحد ما ينشف خالص. وبعد كده بعد ما بينشف بنبدا ان احنا نفركه وندخل نغسل ايدينا. بصوا انا بحب قوي الطمي المغربي، مجربه من عندها برده الطمي ده للبشره فظيع. بعمل عندها ماسك الطمي المغربي ده، بيكون حلو قوي 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 قوي. طبعا اول ما بيبدا ينشف هتحسوا ان هو لونه بيفتح كده شويه وبيعمل اهو زي ما انتم شايفين كده. سبت لكم حته غامقه وحته فاتحه، هتبداي تفركي هتلاقيه بينزل منك باودر كده. فطبعا نحط حاجه تحتينا عشان ما نبوظش البيت، احنا لسه منضفين تنظيفه العيد. نفرك كده كويس كويس كويس، وبعد كده ندخل نغسل ايدينا وهنشوف النتيجة المبهرة بعد الخطوات الفظيعة اللي احنا عملناها دي. ويلا بينا يا جماعة نشوف نتيجة باكج الحمام المغربي من عند دكتور سلسبيلا محمود علشان نشوف القمر والايدين. بصوا انا هوريكم بكل بساطة الفرق ما بين ايدي دي وايدي دي.
طبعا ايدي دي لسه سمرة زي ما انتوا شايفين كده، ودي فتحت بقى ونورت من كتر ما اتغسلت ونضفت. مش عايزه اقول لكم بقت عامله ازاي. فرق طبعا ما بين الايد دي وما بين الايد دي، علشان كل الجلد الميت، كل الحاجات اللي ملهاش لازمه اتشالت. بجد بنصحكم كلكم تدخلوا تجيبوا باكج الحمام المغربي وتلحقوا الاسعار اللي عندها الحلوه دي، وكمان بتكفيكي من 3 ل5 مرات. هتتبسطوا جدا جدا. سايبالكم اللينك وهتتبسطوا بجد بجد. عندها منتجات تانية حلوه قوي. باي باي.